السلام عليكم. أهلا وسهلا متابعي الكرام. قناتكم آه، أحلى اللغات. بنتناول الأعمال الكاملة. بنتكلم عن السيد مصطفى لطفي المنفلوطي، الأعمال الكاملة للمنفلوطي. بنتكلم عن نشأته وحياته. ولد السيد مصطفى لطفي المنفلوطي بمنفلوط من أعمال محافظة أسيوط سنة 1293 هجرية، 1876 1876 ميلادية، ونشأ في بيت كريم يتسم بالدين والفقه. توارث أهله قضاء الشريعة ونقابة الصوفية قرابة 200 سنة. ونهج المنفلوطي سبيل آبائه في الثقافة، فحفظ القرآن في المكتب، تلقى العلم بالأزهر، ولكنه كان على الكره من ورع قلبه ورعاية أبيه لا يلقي باله كثيرا لغير علوم اللسان وفنون الأدب، فهو يحفظ الأشعار ويتصيد الشوارد ويصوغ القريض وينشئ الرسائل، وتسير له شهرة في الأزهر بذكاء القريحة وروعة الأسلوب، فيقربه الأستاذ محمد عبده ويرسم له الطريق المثلى للغاية من الأدب والحياة. ثم يستفيد المنفلوطي من قربه إلى الإمام صلته بسعد باشا زغلول ومن زلفاه لدى هذين العظيمين، آه، تفوقه لدى صاحب المؤيد. وهؤلاء الثلاثة كانوا أقوى العناصر في تكوين المنفلوطي الأديب بعد استعداد فطرته وإرشاد والده. وفي أثناء طلبه العلم في الأزهر نسب إليه أنه هجا الخديوي عباس حلمي الثاني بقصيدة نشرها في إحدى الصحف الأسبوعية، فحكم عليه من أجلها بالحبس وقضى في السجن مدة العقوبة. ولما قبض الله الإمام إلى رحمته جزع المنفلوطي فيه على رجائه وسنده، وارتد مقطوع الرجاء إلى بلده. ثم نعش الله عاثر أمله بعد فترة من الزمن، فهب يبتغي في جريدة المؤيد الوسيلة والنشح، ثم سارت إلى سعد باشا وزارة المعارف فعينه محررا عربيا لها. ولما تحول إلى وزارة الحقانية العدل حوله معه وولاه فيها مثل هذا المنصب. ثم انتقل الحكم إلى غير حزبه، فنقل من عمله، حتى إذا قام البرلمان عينه سعد باشا في وظيفة كتابية في مجلس النواب، ظل فيها حتى توفاه الله وهو في العقد الخامس من عمره. أخلاقه: كان المنفلوطي قطعة موسيقية في ظاهره وباطنه، فهو مؤتلف الخلق، متلائم الذوق، متناسق الفكر، متسق الأسلوب، منسجم الزي، لا تلمح في قوله ولا في فعله شذوذ العبقرية ولا نشوز القدامى. كان صحيح الفهم في بطء، سليم الفكر في جهد، دقيق الحس في سكون، حيوب اللسان في تحفظ. وهذه الخلال تظهر تعصبها الناس في مظهر الغبي الجاهل، فهو لذلك كان يتقي المجالس ويتجنب الجدل ويكره الخطابة. ثم هو إلى ذلك رقيق القلب، عف الضمير، سليم الصدر، صحيح العقيدة، نفاح اليد، موزع العقل والفضل والهوى بين أسرته ووطنيته وإنسانيته. أسلوبه وأدبه: كان المنفلوطي أديبا موهوبا. حظ الطبع في أدبه أكثر من حظ الطبع في أدبه أكثر من حظ الصنعة، لأن الصنعة لا تخلق أدبا مبتكرا ولا أديبا ممتازا ولا طريقة مستقلة. وكان النثر الفني على عهده لونا حائلا من أدب القاضي الفاضل، أو أثرا مائلا لفن ابن خلدون. ولكنك لا تستطيع أن تقول أن أسلوبه كان مضروبا على أحد القالبين، إنما كان أسلوب المنفلوطي في عصره كأسلوب ابن خلدون في عصره، بديعا، أنشأه الطبع القوي على غير مثال. عالج المنفلوطي الأقصوصة أول الناس، وبلغ في إيجادته شأوا ما كان ينتظر من نشأته كنشأته في جيل كجيله، وبلغ في إيجادتها شأوا ما كان ينتظر من نشأ كنشأته في جيل كجيله. وسر الزيوع في أدب المنفلوطي أنه ظهر على فترة من الأدب اللباب، وفاجأ الناس بهذا القصص الرائع الذي يصف الألم ويمثل العيوب في أسلوب طلي وبيان عذب وسياق مضطرد ولفظ مختار. أما صفة الخلود فيه فيمنع من تحقيقها أمران: ضعف الأداة وضيق الثقافة. أما ضعف الأداة فلأن المنفلوطي لم يكن واسع العلم بلغته ولا قوي البصر بآدابها،
لذلك تجد في تعبيره الخطأ والفضول ووضع اللفظ غير موضعه، وإما ضيق الثقافة فلأنه لم يتوفر على تحصيل علوم الشرق، ولم يتصل اتصالا مباشرا بعلوم الغرب. لذلك تلمح في تفكيره السطحية والسذاجة والإحالة. وجملة القول أن المنفلوطي في النثر كان كالبارودي في الشعر، كلاهما أحيا وجدد ونهج وعمد ونقل الأسلوب من حال إلى حال. مؤلفاته ترجماته له كتاب النظرات في 3 أجزاء، جمع فيه ما نشره في المؤيد من الفصول في النقد والاجتماع والوصف والقصص. وكتاب العبارات هو مجموع الأقاصيص المنقولة والموضوعة، ثم مختارات المنفلوطي من أشعار المتقدمين ومقالاتهم. وقد ترجم له بعض أصدقائه عن الفرنسية تحت ظلال زيسافون، مجدولين، لافونس كلير، وبول وفرجيني الفضيلة، لبرناند سان بيير، وسيرانو دير جراك الشاعر لإدموندرستان، فصاغها بأسلوبه البليغ الرصيد صياغة حرة لم يتقيد فيها بالأصل، فأضافت إلى ثراء الأدب العربي ثورة. وكان الفن القصصي الحديث قوة وقدرة. عن كتاب تاريخ الأدب لحسن الزيات. هنا نجد المقدمة. يسأل كثير من الناس كيف أكتب رسائلي، كأنما يريدون أن يعرفوا الطرق التي أسلكها إليها فيسلكوها معي، وخير لهم ألا يفعلوا، فإني لا أحب لهم ولا لأحد من الشادين في الأدب أن يكونوا مقيدين في الكتابة بطريقتي أو طريقة أحد من الكتاب غيري، وليعلموا أن كانوا يعتقدون لي شيئا من الفضل في هذا الأمر أني ما استطعت أن أكتب لهم تلك الرسائل بهذا الأسلوب الذي يزعمون أنهم يعرفون لي الفضل فيه، ولا لأني استطعت أن أنفلت من قيود التمثل والاحتذاء. وما نفعني في ذلك شيء ما نفعني ضعف ذاكرتي والتوائها علي، وعجزها أن تمسك إلا قليلا من المقروءات التي كانت تمر بي. وقد كنت أقرأ من المنثور القول ومنظوم ما شاء الله أن أقرأ، ثم لا ألبس أن أنساه، فلا يبقى منه في ذاكرتي إلا جمال آثاره وروعة حسنه ورنة الطرب به. وما ذكر أني نظرت في شيء من ذلك لأحشو به حافظتي، أو أستعين به على تهذيب بياني أو تقويم لساني أو تكثير مادتي العلمية باللغة والأدب، بل كل ما كان من أمري أنني أمرأ كنت امرؤ أحب الجمال وأفتتن به. كلما رأيته في صورة الإنسان أو مطلع البدر أو مغرب الشمس أو هجعة الليل أو يقظة الفجر أو قمم الجبال أو صفوف التلال أو شواطئ الأنهار أو أمواج البحار أو نغمة الغناء أو رنة الحداء أو مجتمع الأطيار أو منتثر الأزهار أو رقة الحس أو عذوبة النفس أو بيت الشعر أو قطعة النثر، فكنت أمر بروض البيان مرا، فإذا لاحت لي زهرة جميلة بين أزهارها تتألق في غصن داهر بين أعضاء أغصانها، وقفت أمامها وقفة المعجب بها الحاني عليها المستهتر بحسن تكوينها وإشراق منظرها، من حيث لا أريد اقتطافها أو إزعاجها من مكانها، ثم أتركها حيث هي وقد علقت بنفسي صورتها إلى أخرى غيرها، وهكذا حتى أخرج من ذلك الروض بنفس تطير سرورا به وتسيل وجدا عليه. وما هي إلا أن درت ببعض تلك الرياض بعض دورات، ووقفت بعد أزهارها بعض وقفات، حتى شعرت أني قد بدلت من نفسي نفسا غيرها، وأن بين جنبي حالة غريبة لا عهد لي بمثلها من قبل، فأصبحت أرى الأشياء بعين غير التي كنت أراها بها، وأرى فيها من المعاني الغريبة المؤثرة ما يملأ العين حسنا والنفس بهجة. فقد كنت أرى الناس فرأيت نفوسهم، وأرى الجمال فرأيت لبه وجوهره، وأرى الخير فرأيت حسنه، وأرى الشر فرأيت قبحه، وأرى النعماء فرأيت ابتساماتها، وأرى البأساء فرأيت مدامعها، وأرى العين فرأيت السحر الكامن في محاجرها، وأرى الثغور فرأيت الخمر المترقرقة بين ثناياها، وكنت أرى الشمس فرأيت خيوطها الفضية الراقصة في جو السماء، وأرى القمر فرأيت شعاعه يهم أن يسيل على جوانبه سيلا، وأرى الفجر فرأيت بياضه وهو يدب في تجاليد الظلام دبيب المشيب في تكاليد الشباب، وأرى النجوم فرأيت عيونها الذهبية على الكون من فروج قميص الليل،
وأرس ليلى فرأيته يهوي بأجنحته السوداء إلى الأرض، وهو هوي الكرى إلى الأجفان، هوي القرى إلى الأجفان. وكنت أسمع خرير المياه فسمعت مناجاته، وحفيف الأوراق ففهمت نغماتها، وتغريد الأطيار فعرفت لغاتها. فأحببت الأدب حبا جما ملأ ما بين جانحتي، فلم تكن ساعة من الساعات أحب إلي ولا آثر عندي من ساعة أخلو فيها بنفسي، وأمسك على بابي ثم أسلم نفسي إلى كتابي، فيخيل لي أن قد انتقلت من هذا العالم الذي أنا فيه إلى عالم آخر من عوالم التاريخ الغابر، فأشهد بعيني تلك العصور الجميلة، عصور العربية الأولى، وأرى العرب في جاهليتها بين خيامها وأخبيتها وأطنابها وأعوادها وإبلها وشائها وشيحها وقيسومها، وأرى مساجلاتها ومنافراتها وحبها وغرامها وعفتها ووفائها وصبرها وبلائها وحذائها وغنائها وأسواق شعرائها ومواقف خطبائها وفقرها وإقلالها وشحوب وجوهها وسمرة ألوانها وضوى أجسامها وترددها في بيدائها بين حمارة القيظ وسبارة البرد القيظ وصبارة البرد، وتنقلها إلى صحراء، من صحراء إلى ريف، ومن مشتى إلى مصيف، ومن نجد إلى وهد، ومن شرف إلى غور، وانتجاعها مواقع الغيث ومنابت العشب، وقناعاتها من الطعام بأحفان التمر وقعاب اللبن وأصواع الشعير. فإذا جد الجد أكلت القدة واشتوت الجلد، وتبلغت بالضب واليربوع وعراقيب الآبال وأظلاف الأبقار، واكتفت من اللباس بأكسية الكرابيس وأردية الأشعار وقمص الأوبار، فإذا أعوزها ذلك لبست الظل وافترست الرمل، غير ناقمة ولا ساخطة ولا متبرمة بقضاء الله وقدره في قسمة أرزاقه بين عباده، ولا باكية حظها من رخاء العيش ولينه. ثم أراها بعد ذلك وقد أنعم الله عليها بنعمة المدنية الإسلامية، فأرى رغد عيشها ولين طعامها وعشوشاب جانبها وعذوبة مواردها ومصادرها وسرورها وغبطتها، بما أفاء الله عليها من ذخائر الفرس وأعلاق الروم، وامتلاء قصورها باللؤلؤ المنظوم من القيان واللؤلؤ المنثور من الولدان. وأرى مجالس غنائها ومجامع أنسها ومسارح لهوها ومجالات سبقها وملاعب جيادها ومذاهب طرائدها ومواقف حجها، وازدحام شعرائها على أبواب أمرائها وجوائز أمرائها في أيدي شعرائها، وانطلاق ألسنتها بوصف ما تشاء من الأعواد والبرايط والمعازف والمزاهر والأقداع والدنان والموائد والصحف، وألوان الطعام حلوة وحامضة، وأصناف الشراب حلاله وحرامه، والطيور المحلقة في الأجواء، والسفن الذاهبة في الدأماء البحر، والرياض الخضراء والغابات الشجراء والقصور وتماثيلها والبحيرات وأسماكها والأنهار وشواطئها والأزهار ونفحاتها والغيوب وقطراتها، ودبيب الحب في القلب والغناء في السمع والصهباء في الأعضاء وخلجة الشك ولمحة الفكر وبارقة المنى. ثم لا أشاء أن أرى بين هذا وذاك خلقا عذبا ولا أدبا غضا ولا حبا وافيا ومجونا مستظرفا أو حورا مستملحا، إلا وجدت ولا أنا أسمع ما تهتف به العاتق في خدرها، وما يحدو به الحادي في أحقاب إبله، وما يتغنى به العاشق، وما يهزي به الشارب، وما يترنى به الشادي، وما يساجل به الماتح، إلا سمعته. ولا أنا أعلم ما يهجس في نفس المحب إذا اشتمل عليه ليله، والحائر إذا ضل به سبيله، والثاكل إذا فجعت بواحدها إذا فجعت بواحدها، والموتور إذا حيل بينه وبين واتره، والكريم إذا لاح له منظر من مناظر البؤس والشقاء، والغريب في دار غربته، والسجين بين دجران سجنه، والخائف إذا وقف بين الرضا والغضب، والمقدم للقتل إذا وقف بين الرجاء واليأس، والبائس إذا أعوزه القوت، واليائس إذا أعوزه الموت، والعزيز إذا ذل، والمشرف إذا هوى، والشريف إذا عبث بشرفه عابث، والغيور والغيور إذا لمس عرضه لامس، إلا علمته، ولا أن أعرف خلق الدهر في تنقله بالناس ما بين رفع وخفض وجدة وفقر ونعيم وبؤس وإقبال وإدبار، ولا أثر
يده السوداء في خراب القصور وخلاء الدور وإخفار المغاني وتصويح الرياض إلا عرفته، فكنت أجد في نفسي من اللذة والغبطة بذلك ما لا يقوم به عندي كل ما ينعم به الناعمون من رغد في العيش ورخاء، حتى ظننت أن الله سبحانه وتعالى قد صنع لي في هذا الأمر، وأنه لما علم أنه يكتب لي في لوح مقاديره ما كتب للسعداء والمجدودين من مال أو جاه أعيش في ظله وأنعم بثمرته، زخرف لي هذا الجمال الخيالي البريء من الريبة والإثم، وزوره لي تزويرا بديعا، ووضع لي فيه من الملاذ والمناعم ما لم يضع لغيري، رحمة بي وإرعاء علي أن أهلك أو يهلك لبي بين اليأس القاتل والرجاء الكاذب. وهكذا لا أزال محلقا في هذا الجو البديع من الخيال، أضحك مرة وأكتئب أخرى، وأتغنى حينا وأبكي أحيانا، حتى يرميني الباب ببعض الطارقين أو يستعيد إلي نفسي مستعيد. ولم يكن حولي لذلك العهد ممن يستعين بمثلهم مثلي على الأدب أحد، لأنني كنت أعيش في مفتتح عهدي به، ولم أكن زاهيت إذ ذاك 13 بين أشياخ أزهريين من التراث القديم لا يرون رأيي فيه ولا يتعلقون منه بما أتعلق، فكانوا يرون أن التوفر عليه أو الإلمام به عمل من أعمال البطالة والعبث وفتنة من فتن الشياطين، فكان الذين يتولون أمري منهم لا يزالون يحولون بيني وبينه كما يحول الأب بين ولده وبين ما يعرض له من فتن الهوى ونزعات الصبوة ظنا بي، يزعمون أن أنفق ساعة من ساعات دراستي بين لهو الحياة ولعبها، فكنت لا أستطيع إن لم بكتابي إلا في الساعة أن ألم بكتابي إلا في الساعة التي آمن فيها على نفسي أن يلموا بأمري، وقليلا ما كنت أجدها، وكثيرا ما كانوا يهجمون مني على ما لا يحبون، فإذا عثروا على خزانتي أو تحت وسادتي أو بين لفائف ثوبي على ديوان شعر أو كتاب أدب، خُيِّ إليهم أنهم قد ظفروا بالدينار في حقيبة السارق أو الزجاجة في جيب الغلام أو العشيق في خدر الفتاة، فأجد من البلاء بهم والغصص بمكانهم ما لا يحتمل مثله مثلي، وهم لا يعلمون أحسن الله إليهم أنهم وجميع من يدور به جدار مسجدهم حسنة من حسنات الأدب الذين ينقمون منه ما ينقمون، ويد من أيديه البيضاء على هذا المجتمع البشري، فلولا الأدب ما استطاع أئمتهم المجتهدون فهم آيات الكتاب المنزل ولا استنباط تلك الأحكام التي دونوها لهم وتركوها بين أيديهم يستغلونها كما يستغل المالك ضيعته، ويعيشون في ظلها عيش السعداء المترفين، ولولاه ما استطاع علماؤهم اللغويين أن يورثوهم هذه العلوم اللغوية التي يدرسون اليوم نحوها وتصريفها وبيانها في مجالس علمهم، ويدلون بمكانهم منها على الناس جميعا، كما يعلمون أن الأدب وخير ما يستعين به متعلم على علم، وأن الذوق الأدبي الذي يستفيده المتأدب من دراسات الأدب ومزاولته هو الميزان الذي يزن به ما يحاول فهمه من عبارات العلوم وأساليبها، والدليل الذي يتسمته ويترسم مواقع أقدامه في فهم أصول الدين ليكون مجتهدا إن استطاع أو واقفا على منازع المجتهدين، واللسان الذي يستعين به على الإفضاء بأدق أغراضه وأعمقها وأقصاها مكانا من قلبه ليكون إنسانا ناطقا ومعلما نافعا. ولو أن هؤلاء الزارين على الأدب هؤلاء الزارين على الأدب من علماء الدين وشيوخه، وهم اليوم والحمد لله قليل، بل هم في طريق الفناء والانقراض، قد تعلقوا منه بما كان يتعلق فكان شأني في ذلك شأن السامع الطروب الذي تطربه نغمة وتزعجه أخرى، فيطير بالأولى فرحا وبالثانية جزعا، وقد يكون ضعيف الإلمام بضروب الإيقاع وقواعد النغم، فكنت لا أقرأ ما لا أفهمه ولا أفهم إلا ما أشعر أنه قد خرم من فم قائل خروج السهم من القوس، فإذا هو في كبد الرمية ولبها، فإن رأيت أن المعنى قد قام دونه ستار من التراكيب المتعالضة والأساليب الملتوية
علمت أن القائل إما ضعيف المادة اللغوية وهو يعجز عن الإفضاء بما في نفسه لأنه لا يعرف كيف يفضي به، وإما جاهل لم يستوي له المعنى الذي يريده كل الاستواء، ولم يدري في جوانب نفسه حتى يستقر في قراره منها، فهو يتوهم توهما ويجمجمه جمجمة ويهزي به هزيانا فلا سبيل له إلى الإصلاح عنه، وإما داهية محتال قد علم أن المعنى الذي يجول في نفسه وتردد في خاطره تافه مرزول، وكان لابد له أن ينفقه على الناس ويزخرف لهم ويزوره في أعينهم، فهو يكسوه أسلوبا غامضا ليكدهم ويجهدهم في سبيل، حتى إذا ظفروا به بعد ذلك خُيِّل إليهم أنهم قد ظفروا بمعنى غريب أو خاطر بديع، ووجدوا فيه عند الوصول إليه من اللذة والمتعة ما يجد الظامئ في ضحضاح الماء الكدر إذ أبعده النجعة في طلبه وصل إليه بعد الجهد والأشقاء. وإما عاجز ضعيف القوة النفسية قد علم أن ضعفاء الأفهام من الناس وهم سواد الأمة ودهماؤها لا يرضون عن المعنى من المعاني ولا يستثنون قيمته ولا يقيمون له وزنا إلا إذا جاءهم في جلدة من الألفاظ المتقبضة، وأنهم إذا ورد عليهم أثمنوا المعاني وأغلاها وأكرمها جواهرا وأطيبها عنصرا في ثوب من أساليب الرقيقة الشفافة، ذبى بهم الوهم لأنه ما جاء على هذه الصورة إلا إنه ساقط مبتذل فاحتقروه وازدروه.